اسمعوا الرد بن شيخ على الإخوة التونسيين. اسمعوا. السلام عليكم، رمضان كريم. ان شاء الله تصوموا بخير وعلى خير كاع الامه المسلمه ان شاء الله. جماعه حبيت نوضح برك، كاين فيديو راهي تسيركيلي وين تكلمت انا عليها اللي حبيت نوضح، لان كاين شخص في محلل في قناه ما في تونس وين تكلم وقال كلام خطير وسب نجمو نقولوا سب الجزائر، لان قال الجزائر كانوا لاعبين يتعلموا كرة القدم في تونس، ومنهم بونجاح اللي راهو لعب فريق الوطني جاي تعلم يلعب في اسمعوا تونس. الرد بن شيخ على الإخوة التونسيين. اسمعوا. وقلت لهذا الانسان وجاوبت لهذا الشخص: انا الشعب التونسي شعب خوتنا مسلمين جيراننا عرب كيما احنا، انا نحييهم ونشكرهم، هما ما عندي حتى مشكل مع الشعب التونسي. انا جاوبت الا هذا الشخص اللي ما يمثلش الشعب التونسي، لان ما يصغرش بالكره الجزائريه وبالشعب الجزائري، وين يقول تتعلموا عندنا كره القدم. الورك حنايا تكلمت لهم بلي احنا لاعبين كانوا في الطوره ولعبوا لا فلان وكره القدم، حنايا كيما هما كيما احنا، واحد ما يعلم الاخر كره القدم، كل واحد عنده الطريق ديالو في هذا الباب هذا. على كل حال هذا الفيديو هذه عندها عامين. اسمعوا الرد بن شيخ على الإخوة التونسيين. اسمعوا. علاش اليوم خرجوا هاد الناس هادو هما المجرمين؟ لان هادو حبوا يديروا الفتنه بين حنا والشعب التونسي اللي هما سيدي فرار. هذه وحده. ثانيا انا ديرنييرمون كنت في القطر، واصدقاء عندي اصدقاء وجازوا معايا في جزنا كيف في المجلس، اللي هو عمار جمل والمندير. مندير كبير، مدربين معروفين، والاخر محلل كبير وانسيان جوار سي كونترير، جوزت معاهم يامات ما شاء الله، وهم قعدوا اصدقاء واحباب وحده. ثانيا او الكوكي او مدرب دركاتيك كي كان مدرب في الجزائر، انا دافعت عليه في التلفزيون الهداف، دافعت عليه. اسمعوا الرد بن شيخ على الإخوة التونسيين. وتنجموا تقصيوه، ولكن هاد الناس اللي حبوا يديروا الفتنه ما تنجح لهمش الفتنه هذه، ما تنجحش، باذن الله الامور تنكشفت وما عندهم ما دوك يصيبوا باش يديروا فتنه. وحنا نقعدوا توجور دي فرار، توانسه والجزائريين نو سوم توجور دي فرار. اذا علي بن شيخ يكشف حقيقه الفيديو التقليل من تونس ولا للفتنه بين الجزائر وتونس. خوتي الجزائريين، قبل ما ديجا ما نهضر على هذا الفيديو، كل ما تصرى عفسه، كل ما يخرجوا المراركه فيديو يحاولوا انه يفجروا فتنه بين الجزائر وتونس، نلقاو التوانسه ربي يسامحهم يهاجموا في الجزائر ويسبوا في الجزائر بواحد الطريقه تقول انه يستناو فرصه صغيره باش يشعلوا فتنه بين الجزائريين. الحاجه الاولى، رانا خاوه، مهما يصرى بيناتنا مشاكل، خاوتنا التوانسه اتقوا الله في انفسكم، لانه خاوه احنا ما نشحد بين نديروا فتنه بيناتنا. نظام الزريبه ونظام المخزن وهذوما المراركه اللي راهم ينشروا في فيديوهات قدم، لانه بن شيخ راه ريبوند على هذاك اللي سموه قحيبش، هذاك الاعلامي قحيبش اللي سب الجزائر وقام بالتقليل من الشأن الجزائري، وكان على بن شيخ انه لازم يرد عليه، وانا رديت عليه وحنا ردينا عليه. ما لازمش نديروا هذه الامور الصغيره هذو، ما نديروها فتنه، الله يرضى عليكم. علي بن شيخ يكشف حقيقه الفيديو المضلل. خرج النجم الجزائري السابق علي بن شيخ عن صمته لتوضيح حقيقة الفيديو المنتشر على نطاق واسع مؤخرا، والذي نشرته صفحات مروكية طبعا، والذي أشيع أنه يقلل من الشعب التونسي أو من الدولة التونسية أو من كرة القدم في تونس. وأكد بن شيخ أن الفيديو قديم يعود إلى حوالي عامين، وأنه اجتزئ من سياقه، تم قصه وتم إعادته وإعادة تدويله في وقت يهدف بحسبه إلى إشعال فتنة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. والله يا خوتي العزاز، أقسم برب الكعبة، صفحات مروكية إسرائيلية العمل تاعها والخدمة تاعها الأساسي هو إشعال فتنة بين الجزائريين والتوانسة.
كما طرطقوها، واصلا طرطقوها هذوك البغوله تاع هذوك اللي ما يتسموش، يريدون الان اشعال فتنه بين الجزائريين والتوانسه. الفيديو وش قال بن شيخ؟ كما سمعتوا قال لكم بن شيخ، قال أنه تصريحاته جاءت ردا على محلل رياضي تونسي ادعى أن بعض اللاعبين الجزائريين بمن فيهم الدولي بغداد بونجاح تعلموا كرة القدم في تونس، معتبرا ذلك تقليلا من قيمة الكرة الجزائرية. خوتي ما نبقاوش نريبونديو، لأنه أنا كي نحط فيديو نبقى نريبوندي على هذاك هو يريبوندي تشعل فتنة على ما كان والو. حشموا شوية برك. التونسيين اللي راهم يسبوا في الجزائر والاعلاميين اللي راهم يسبوا في الجزائريين، احشموا على ارواحكم. هذا ما كان، هذا واش راح نقول لكم، احشموا على ارواحكم. احنا ما راناش حابين نحطوكم في رصاننا، احشموا على ارواحكم واتقوا الله في انفسكم، رانا خوا. احشموا على ارواحكم، ما عرفوا واش راكم تهضروا، وعرفوا على من راكم تهضروا. راكم تهضروا على الجزائر، والدوله الجزائريه ماشي دوله صغيره، والشعب الجزائري ماشي شعب صغير. اعرفوا على من راكم تردوا. بن شيخ راهو اعتذر وقال لكم الفيديو راه قديم، احشموا على ارواحكم، ما كان له تمشي وراء الفتنه اللي راهم دايرينها المراركه. اذا الدولي الجزائري متابعينا الكرام بن شيخ اكد انه لم يكن يقصد الاساءه ابدا الى الشعب التونسي، وانما رد على هذا الشخص فقط، مشددا على ان العلاقات بين الجزائر وتونس اكبر واعمق من اي تصريحات فرديه. وقال بن شيخ أن الشعب التونسي شقيق يكن له كل الاحترام والتقدير، نافيا أي إساءة أو أي تقليل من شأن الكرة التونسية، وأوضح أن لكل بلد مدرسته وتاريخه في كرة القدم، لا يمكن اختزال العلاقات الرياضية في جدال إعلامي عابر. الروابط الشخصية تؤكد عمق الأخوة، حيث كشف علي بن شيخ أن علاقته الطيبة بعدد من الشخصيات الرياضية التونسية مثل اللاعب الدولي السابق عمار جمل والمدرب نبيل الكوكي الذي دافع عنه إعلاميا خلال فترة تدريبه في الجزائر وعبر قناة الهداف. كما أكد أن لقاءاته في قطر مع شخصيات تونسية أكدت عمق الروابط الأخوية بعيدا عن أي توتر مصطنع. خوتي الجزائريين، رانا في شهر رمضان الكريم، الله يرضى عليكم خوتنا، اتقوا شر الفتنة واحذروا من الفتنة التي يحاول هؤلاء العياشة أن يشعلوها بين الشعبين. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يعني راني صايم خوتي، غير راهم حابين يشعلوا فتنة ويطرطقوا فتنة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي الشقيق عن طريق إعادة نشر الفيديو تاع بن شيخ وقصه وتغييره عن محتواه. وتلقى بعض من التونسيين ربي يسامحهم تلقاهم يسبوا فينا. علاش؟ لانهم راهم يستغلوا غير فرصه صغيره باش يظهروا الحقد تاعهم والكره تاعهم للجزائر وللجزائريين. اتقوا شر الفتنه، لانه كما قال بن شيخ اعاده نشر الفيديو في هذا التوقيت مش توقيت بريء. هذه راي محاوله لزرع الفتنه بين الجماهير الجزائريه والتونسيه، مؤكدا أن هذه محاولات لن تنجح بفضل الروابط التاريخية القوية بين البلدين. صح، كان روابط قوية ونحبوا بعضنا وكلش، كان حساسية، الواحد ما يكذبش، كان حساسية خفيفة، حساسية صغيرة بين الجزائريين والتوانسة، حساسية برك عند بعض، ما نقولش كامل، بعض من التوانسة عندهم حساسية من الجزائر. احنا ما عندناش، الشعب الجزائري ما عندوش حساسية من حتى بسمو سواء المراركة ولا التوانسة. التونسيين عندهم صح، عندهم شويه حساسيه كيما هكا، ربي يشافيهم وربي يعافيهم ان شاء الله. لانه صح، انا نعطيكم الحق، الغيره فهمتوني، الغيره والحسد والحقد هذه الله غالب، ثم مرض راهو في قلوب بعض ما رانيش نقول كل، بعض من التوانسه اللي راهم يسبونا واللي راهم يسبوا فينا ويعايروا فينا، كيما واحد الاعلامي تونسي في قناه تونسيه، ربي يشافيه وربي يعافيه ان شاء الله، ان شاء الله ربي يشافيك من مرض اسمه الجزائر. كل ما تصرى عفسه تبين لك الحقد والكره اللي راهو يخبيه لك هذاك الشخص. ربي يشافيكم، هذا واش راه نقول لكم. وان شاء الله برك خوتي الجزائريين تبارطاجيو هذا الفيديو الرد تاع بن شيخ على الاخوه التونسيين. السيد هذا قال الفيديو هذا ردا على قحيبش الذي اهان كره القدم الجزائريه والجزائريين وسب الجزائريين في الوقت هذاك قبل عامين،
وبن شيخ راه ريبوند عليه. بارطاجيو خوتنا الفيديو باش ما يفهموناش، ماشي ما يفهموناش غلط، باش المراركه ما يواصلوش في عمليه اثاره الفتنه بين الشعبين الشقيقين. حنا رانا حابين تكونوا خاوتنا، حنا رانا متمسكين بهذه روابط الاخوه كما يقول المثل، انا نقول لك سيدي وعرف قدرك. السلام عليكم. والله فما مواطن من بلد شقيق قالوا اعلامي، ما نعرفش اللي هو اعلامي، قالوا راه اعلامي يتحدث على تونس. قال تونس صغيره، بد ورقه صغيره. نحب نقول له زوز ملاحظات فقط. الملاحظه الاولى، انا عاده ما نجاوبوش اللي عقله صغير. الملاحظه الثانيه، تونس راهي كبيره بتاريخها. الملاحظه الاخيره، ربي يشفيك من تونس. واضح. انا ما عرفتكش شكون تحكي امي سالس. تو كي نصي فصل قول لي بالله فتحي حتى انا تو ناخذ باي ونجاوب. تو نجاوب قال هذاك، تو نجاوب تو نجاوب. نقول لك شكون ونقول لك وياه قال هذاك. تعرف شكون هو؟ هو لارير لي دوا القديم نتاع الفريق الوطني الجزائري بالشيخ. سي ان تري غران جوور. سيد هذايا، سيد تري غران جوور، ان تري بتي. اي سي ان هذا شوف، لا سامحني، انا ما حب... لا في برنامج تلفزي، في برنامج تلفزي في المباشر جبد ورقه هذه الجزائر الكبيره، وجبد طرف من الورقه قال هذه تونس. هذيك وقتها عطوه جاي بعد الجزائر وحده. انا ما حبيتش نسميه يا سامي خاطر ما يستحقش يتسمى. تري غران جوور نحيها، لانه ان تري غران جوور عمره ما ينجم يقول ان تري بتي مو كيما هذا على تونس الكبيره.